السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة يا جماعة هنفرز الجزر. ان شاء الله نفرزه بطريقة سهلة وجميلة يتن محتفظ بلونه الجميل دوت طول السنة. هنعمل الجزر بثلاث طرق، يعني هنخزن منه بشر زي دوت كده للمربى، وهحط عليه السكر وهركنه لتاني يوم. ممكن تسيبيه لتاني يوم، يعني من بالليل للصبح. هيعمل صوص كده، ده اللي هنطيبه بيه. لان احنا مش انا هعمل يا جماعه حوالي كيلو جزر، هحط عليه كوبايه ونص سكر، وهحط عليه لما يعمل الصوص اللي فيه ده، يعني هحط عليه كوبايه عصير برتقال عشان يبقى بطعم البرتقال، واحط عليه بشر برتقال. هم دوت ده بقى الجزر اللي هعمله مع عصير البرتقال. هقطع هقطع الجزر شرايح، وهحطه هحطه على النار. هحط له ميه سخنه واحطه على النار يستوي كويس يا جماعه، علشان اما اجي اضربه في الخلاط ما يبقاش يعني عامل كتل كده ويروح اكتره ويطلع في المصفى. لان انا هصفيه بردك لما اجي اعمل العصير، هصفيه هقطعه واسيبه يستوي جدا علشان احطه مع البرتقال. حطيت ميه سخنه وهرفعه على النار علشان يستوي، وهشوف حاجه غيرها بقى اعملها عبال هو ما يستوي. اكون انا بشرت الجزر، هعمله في المبشره كده، ابشره في المبشره في العين اللي هي اللي بنبشر بيها البصل دي، في الناحيه اللي بنبشر فيها البصل. دوت بشر البرتقال ده هعمل منه سلطه، اخزنه للسلطه، عشان في الصيف طبعا ممكن بيبقى غالي او ما يبقاش موجود الجزر، او ما بيبقاش بنفس الجمال اللي موجود في الشتاء. يعني الجزر اوانه الشتاء، فبيبقى في اوانه جميل يعني وطازه وحلو. فلما بيتشال بيحتفظ بجماله كده شويه. لكن لو جبته في الصيف ساعات بيبقى ناشف، بيبقى فيه في الحته اللي في النص ديت زي يعني حاجه، حته صلبه كده. فانا بشرت للسلطه، وبشرت للسمك لحشوه السمك. ودوت هقطعه للترلي، هقطعه صغير كده للترلي، اعمل بيه ترلي. لو احتجت بردك حبه على سلطه احطهم، لو التاني خلاص. بردك يا جماعه زي ما بقول، في اي تفريزات انت حره في الكميه اللي تفرزيها. ان شاء الله كيلو، لو جايبه كيلو فرزتيه انت حر حاجتك، وانت حرة فيها. تفرزي بالطريقة اللي تعجبك، بالكمية اللي تعجبك، اي كمية انت عايزاها. اي حاجة بتبقى موجودة في البيت وخلاص، ما تستقليش بالحاجة. يعني تقولي ده انا هعمل 2 كيلو، لا، ايوه اعملي 2 كيلو ان شاء الله. حتى لو كيلو طماطم رحت لقيتيه قدامك كويس، يعني رخيص شوية يعني عن سعره العادي، وجبتيه وسويتيه وانت واقفة، مش هتخسري حاجة يعني. بردك الجزر بيبقى كويس، في يعني سعره مناسب. هتخزني منه، تفرزي منه شوية، هينفعك في اي حاجة، ترلي اي حاجة، سلطة. بردك ما تنسيش ان الجزر ده مفيد. ولادنا ما بيردوش ياكلوه كده لوحده، حتى لو قشرتيه وغسلتيه وقشرتيه وحطيتيه في التلاجة كده، قليل لو اخدوا واحدة اكلوها او اي حاجة. فاحنا نحاول بقى ندخله لهم في الاكل. نعمل ترلي، نحطه في السلطة كده. هو الجزر زيه زي البنجر، مهضوم حقه في الاكل عندنا. يعني بردك البنجر نبص بردك ما بنحطوش احنا في حاجات كتيرة. او ده حبة الجزر دولت انا هشيلهم للترلي. انا حطيت عليهم يا جماعة ليمون، مش هسلقه ولا اي حاجة. جبت ليمونة كده وعصرتها وحطيتهم عليه. لونه مش هيتغير ولا اي حاجة. احنا طبعا عارفين ان الليمون مادة حافظة، ولا لونه هيتغير ولا اي حاجة، ومش هيبقى له مثلا طعم هيأثر على الاكل ولا حاجة، لان انت بتحطي كمية بسيطة. وطبعا في السلطة ده بتاع السلطة والسمك. السمك طبعا بنحط عليه ليمون، والسلطة بنحط عليها ليمون، فمش مش هيبقى يعني طعمها مش هيبقى لاذع قوي في الاكل يعني. وهقلبها عفوا يا جماعة معلش. هقلب الحاجة دي كويس، هقلب الجزر ده كويس كده، وهحطه بردك في كيس، في علبة. بردك انت حرة تخزنيه بالطريقة اللي تعجبك. ممكن يا جماعة اللي هي العلب اللي بنجيب فيها الجبنة ساعات دي،
نغسلها كويس ونخزن فيها حاجتنا. لكن اللي بنجيب فيها اللحوم دي يا جماعة والفراخ والحاجات ديت لا، لو احنا جبناها اللي بنحط فيها الجبن غسلناها كويس وكده نحط فيها نخزن فيها زي ما احنا عايزين. الجزر دوت بتاع العصير استوي اهون. يعني هسيبه لحد ما يستوي جامد اهو كده. بصوا يا جماعه استوي، علشان برضك زي ما قلت يبقى كويس وانا بعصره كده مع البرتقال. هشيل بقى الجزر اللي انا عملته، هشيله في العلب، في العلب او في الكياس، واطلع منه الهواء واشيله. ودوت يا جماعه اهوت بعد ما عبيته في الكياس اهو كده الشكل اللي بتاعه ده. هشيله بقى في الفريزر على طول. اهم حاجه في التفريزات يا جماعه اول ما اخلصها على طول اشيلها، مش هسيبها مركونه شويه ولا اي حاجه، لا اشيلها على طول. وبعد كده هعمل البرتقان. هقشر البرتقان عادي يا جماعه، اقشره بالطريقه اللي تعجبك يعني، قشريه عادي. هقشر برتقان، هعمل ايه يعني؟ قشرت البرتقان اقشره واشيل منه البذر اللي جواه. دوت يا جماعه برتقان سكري، عشان كده بيبقى فيه بذر. بس هو طبعا بيبقى طعمه احلى من البلدي، بيبقى حلو برضك. بس دوت برضك بيبقى فيه نسبة سكر كده، فانت بتحط حبة سكر مش كتير عليه يعني. لكن البرتقان البلدي بيبقى يعني بيحتاج اكتر. لو انت خزنتي برتقان بلدي محتاج اكتر، كمية اكتر من السكر، اكتر من البرتقان السكري. واقطعه شرايح كده علشان يبقى سهل على الخلاط، ما احطوش وحايد. اقطعه شرايح كده عشان يبقى سهل ينضرب في الخلاط يعني، ما يبوظش الدرق بتاع الخلاط. واطلع منه البذر، ما خليش حاجة كده كده. كمان لو في واحدة ولا حاجة هو هيتصفى يا جماعة. ادي الكمية اللي انا عملتها. في طريقة كمان يا جماعة لتخزين البرتقان، تفريز البرتقان، عصير البرتقان، حابة اعملها لكم ان شاء الله. دوت البرتقان والجزر. انا الجزر ده المسلوق اللي كنت قايل عليه. هعبيه في اكياس على قد الكمية اللي انت محتاجاها. هتعملي مثلا دورق دورقين زي ما انت عايزة. هتحطي كميتك اللي انت محتاجاها، اللي انت تضربيها في الخلاط عشان تعمليها عصير يعني. وتصفيه بعد ما تعمليه عصير، تضربيه في الخلاط يعني تصفيه. بردك تعبيه زي ما تعبيه في اكياس، تعبيه في علب، وتفرديه كده في الحاجة عشان بردك يتفك منك بسرعة، ما يقعدش في وقت كتير، يبقى مكتول كده ما يقعدش وقت. وبردك اخرج منه الهوا يا جماعة. وديت ده بردك اللي انا عملته، ودي الكمية اللي انا عملتها. بسم الله ما شاء الله. لو وصلتوا لحد هنا يا جماعة ما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك واعجاب بالقناة لو عجبتكم يعني القناة. هنرجع بقى للجزر اللي انا هعمله عصير. انا سبته بات من بالليل للصبح، فعمل الصوص ده يا جماعة اللي هيطيب فيه. هطيبه الجزر في الصوص ده. هرفعه على النار واسيبه لحد ما يستوي خالص. بس قبل كده هحط عليه عصير البرتقال. هحط كوباية دي وهحط حبة كمان، وهحط بشر برتقال معاها علشان يديه طعم حلو يعني. وارفعه على النار، اقلبه وارفعه على النار لحد ما يغلي، وهدى عليه يا جماعه. واحط له عصره ليمونه صغيره خالص. كل المربات يا جماعه لازم يتهدى عليها النار بعد ما تغلي، وما تتغطاش. المربى مش بتتغطى، ويتهدى عليها النار. باكد على تهدية النار على المربى يا جماعه. وده شكلها يا جماعه بعد ما استوت، لا عامله قعر ولا اي حاجه. وانا ضربتها في الخلاط وحطيتها تاني تاخد تقليبتين كده. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه كان حوالي كيلو الا ربع وكده. عبيته في برطمان وهشيله جوه التلاجة بره التلاجة زي ما انت عايزه، بس انا بفضل ان انا اشيله جوه التلاجة.
اهو ده شكلها بقى النهائي. انا اول مره اكل المربى بتاعت الجزر يا جماعه، ما كنتش بحبها والله، طعمها في منتهى الجمال. اتمنى انكم تجربوها وتجربوا التفريزات اللي انا عملتها النهارده. هي مش كميه كبيره بس تفي بالغرض يعني. اهو بسم الله ما شاء الله. اهو زي ما قلت دايما انت حره، فرزي الكميه اللي انت عايزه تفرزيها. دي الكميه كل اللي انا فرزته النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده بسيطه مع قناه اكله بسيطه. واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.